اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك بلح اسود تعالوا نحوله لعجوة بطريقة سهلة جدا، والنتيجة هتطلع معاكي هايلة وهتستعمليها في المخبوزات. ولو عندك كمية كبيرة تقدري اللي انت تعمليها وتحتفظي بيها في الفريزر، هتنفعك في وقت كتير جدا. تعالوا بينا ندخل على وصفتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا معايا كيلو من البلح الاسود، تقدري تجيبي الكمية اللي انت عايزاها، بس تلحقي هاتيه قبل ما يخلص، لان انا جيت اجيبه لقيته بيخلص من السوق. بقى حاجات بسيطة خالص، لان البلح اللي هو المدور ده بدأ يظهر، فلما ده بيظهر اللي هو البلحة الطويلة دي بتختفي بقى وما بتبقاش موجودة بعد كده. فدي اللي بتبقى حلوة جدا لما تخزنيها او تعمليها عجوة. غسلته كويس جدا وبعد كده سبته يتصفى، وبعدين بدأت اللي انا اقشره بالشكل ده وبشيل النوى منه. هعمل بقى كل الكمية بتاعتي لحد ما اخلصها، وبعدين نرجع نشوف هنعملها مع بعض ازاي. خلصت الكمية بتاعتي بالشكل ده، هبدأ اجيب حلة واحط فيها مية واحطها على النار وهسيبها لحد ما تغلي، وهجيب مصفى واحطها عليها. واهم حاجة المصفى ما تلمسي المية، دي اهم حاجة. بعد كده نبدأ نحط البلح بتاعنا في المصفى. احط الكمية كلها وهبدأ اللي انا اغطي عليها واسيبها على نار متوسطة لمدة نص ساعة. عايزاها تستوي وتتهري خالص، ومن وقت للتاني هنديها تقليبة. زي ما انتوا شايفين كده لونها بدأ يتغير معانا. اديتها تقليبة وهغطي عليها واسيبها تكمل سواها. هنسيبها زي ما قلنا نص ساعة. ده كده عدى عليها نص ساعة، زي ما انتوا شايفين البلح بتاعنا استوى وبقى زي الفل. دلوقتي هطفي عليه ونبدأ نشوف هنعمل فيه ايه تاني. جبت الكبة وهبدأ اللي انا احط فيها العجوة بقى. احنا هنسميها عجوة خلاص، لان خلاص مرحلة البلح دي انتهت. احنا دلوقتي في مرحلة العجوة. حطينا كده العجوة في الكبة. بعد كده احط عليهم معلقتين سمنة بلدي او زبدة المتوفر عندك، بس هتديها طعم حلو جدا. وهحط كمان كيس فانيليا، هتديها برضو نكهة حلوة. بعدين هشغل عليهم الكبة واخلطهم مع بعض كويس جدا، بقوا بالشكل ده. هبدأ بقى اللي انا اشيلهم بالشكل ده، واشيل العجوة اللي على السكينة وافضيها في بولة. هي لونها كده حلو جدا. لو انت عايزة تزودي اللون تبقى اغمق من كده زي ما بتشتريها من بره، ممكن تزودي عليها معلقة كاكاو خام. بس هي كده لونها حلو جدا، وانا مش هنزود كاكاو ولا حاجة، بس انت لو حابة ضيفي. واحط عليهم معلقتين من السمسم، معلقتين كبار، ابيض او متحمص عادي مش هتفرق. هقلبهم بقى مع بعض، وده اختياري برضو، بس بتديها برضو طعم حلو جدا. ولو عايزة تضيفي قرفة ممكن تضيفي القرفة بقى، دي اختياري تمام. لو انت بقى بتحبي القرفة في اي معجنات تقدري اللي انت تضيفي. خلصنا العجوة، عملنا احلى عجوة بطريقة سهلة جدا. تقدري تجيبي كمية كبيرة وتعمليها بنفس الطريقة وتحتفظي بيها في الفريزر. تستعمليها بقى في السندوتشات، بتبقى حلوة جدا في العيش الفينو، وكمان تستعمليها في اي مخبوزات هتبقى حلوة جدا. احلى عجوة هتعمليها في البيت من غير رملة بقى ولا حاجة. ساعات كده تلاقي حاجات تضايقك في العجوة، لا دي نظيفة جدا وعمايل ايديكي كمان. جربوها بجد بجد هتعجبكم جدا. من احلى الوصفات اللي انت ممكن تعمليها وتخزنيها وهتقعد معاكي فترة طويلة، مش هيجرالها اي حاجة في الفريزر. وقسميها. انا غطيتها مش عينها في الفريزر على طول علشان هستعملها، واستنوا الوصفة الجاية هتعجبكم جدا. وبرضو لو انتي هتستعمليها ما تستعمليهاش وقت ما تعمليها، سيبيها لتاني يوم وبعد كده ابقي استعمليها.